اجى لعند شخص قال له ما بتعرف مين انا؟ قال له مين انت؟ قال له انا ربك. صح ولا مو صح؟ المعروف بتيسير ابو محمد المجرم الكبير اللي هلق الناس عم تحتفل في المسجد وبالشارع انه جهاز الامن العام القى القبض عليه. النساء اللي عم تركض بالشارع عم بتحاول تعرف وين مكانه، عم تعرف مين، عم بتنادي بتقول الله يسلم ديات اللي مسكه واللي القى القبض عليه، اللي تسبب باعتقال مئات والبعض قال آلاف من الناس المدنيين. المعروف بأبو محمد تيسير أبو محمد طبعا ضرب النساء بالشوارع. اجى لعند شخص قال له ما بتعرف مين انا؟ قال له مين انت؟ قال له انا ربك. صح ولا مو صح؟ صح مو؟ اجى لعند المرأة قالت له بس اترك لي ابني، قام قال لها تعي، اجت رقعها كف دق راسها بالحيط. صح ولا مو صح؟ صحيح. ايش قد عدد الناس اللي اعتقلتوهم؟ ما بعرف، كتار ما بعرف. بقسم ال 215 فرع 215 بقسم المعلومات والاعتقال مسؤول عن دهورة الناس كلياتها في المعلومات وبيوجه الناس للاعتقال وبيعتقل. فرع 215 كان المسؤول عن خروج وتسريب صور قيصر اللي تسربت منه جزء منها من هذا المكان، والمعتقلين اللي طلعوا مقلعات عيونهم من هذا الفرع اللي كان ياخذهم عليه. في الاعتقال كان في نساء قليل، في نساء بس مو كتار. شبان في تحت اي بند كنت ترفع فيهم اسماء المعلومات للاعتقال؟ زي المعلومات اسماء مكتوبه، اطلع جيب فلان اطلع جيب علان، زي الاسماء مكتوبه جاهزه. طيب في المزي طلعت لعند مجموعه كمان من العوائل وقلت لهم انه لازم تنصبوا لي تمثال. وين قلت لهم ينصبوا لك التمثال؟ قلت لهم ينصبوا لك تمثال. وين؟ قل لي وين؟ ورا المواساة. اجت عائلة لهون بدها تعرف بس وينه، فقال هذا قال لي انه انا لازم تنصبوا لي تمثال على المواساة. شو الشيء العظيم اللي انت عملته او قدمته حتى نعمل لك تمثال؟ ما بتذكر حاليا. لا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أخونا قمتوا في العملية؟ الحمد لله بفضل رب العالمين، الله من علينا فيه. نعم. ما نحن نسألك على التفاصيل كثيرة، ولكن ايش قد استغرق معكم الوقت حتى يعني متابعة؟ ما يقارب 3 شهور. نعم. الحمد لله بفضل رب العالمين، بس كان تحت عيننا، بس يعني للتنفيذ الله من علينا اليوم بفضل رب العالمين. نعم. الشكاوي اللي اجتك من المدنيين والعوائل الله بيعلم. إذا بقول لك المزة كلها بكون عم بالغ، بس نعم. المزة كلها من كبيرة لصغيرة، من نعم. نساء لأطفال لرجال لختايرة. وهذا ياما بتز عالم وياما بتز نساء وياما بتز رجال كبيرة بالعمر واعتقلوا أولادهم. نعم. ويطلب عليهم مصاري. نعم. أعطيني المبلغ الفلاني لطلع لك ابنك، وما يطلعوا. وما يطلعوا. نعم. ويمرق ياخذ أتاوات من المحلات أو من العالم، يمرق هيك أتاوة أعطيني شهرية أو يومية، أنت عبيلي، أنت طعميني، أنت أعطيني. الدنيا على عيد، الدنيا على رمضان، الابتزاز والتشليح تبعهم. نعم. وكل كان من المجاهدين اللي كانوا من ضمن اللي شاركوا بالقتال من كامل الغوطة ولا كانوا بأدلة، كان يخبر عن أهليهم. نعم. يعرف وين يعرف في شاب مثلا بالشمال مين أهله، يروح يبتز أهله. نعم. أنا بعرف ابنك وين، أنا بعرف أخوك وين، وابتزاز واعتقال. نعم. وياما فاتت عالم اعتقلوه بسببه، هو اعتقل بإيده وما طلعت من الأفرع. نعم. كان ينفذ عمليات اعتقال. هو كان رئيس الدورية. نعم. هو اللي كان على رأس الدورية. نعم. حاليا راح يحال للقضاء بإذن الله تعالى. نعم. وكل مجرم إن شاء الله شارك بالدم السوري إن شاء الله حيتحاسب بإذن الله تعالى. شهدنا كثير عمليات للأمن العام لكم بإلقاء القبض على كثير من المجرمين، ولكن ردة الفعل بالنسبة لهذا المجرم كان الشعب بالشارع عم يطلع عم يغلي، عم يصفق، عم يصفر، عم يتشكر، عم ينط. لأنه ما في بيت بالمزة من كان بساتين الرازي اللي راحت بالتنظيم بالماروتا سيتي ما في مداهمات إلا ما كان هو على رأسه، أو كان هو على اعتقال الشباب اللي ماتت بالأفرع بالفرع. نعم. 215 الأمن العسكري. نعم. هو كان سببه. نعم. شكرا كثير لكم، الله يعطيكم العافية. في شيء بتحب تقوله
ظلموك شيء هالشباب؟ في شيء بتحب تحكي؟ بتحب انا اجيب له المدنيه كلها اللي برا، شو رايك؟ بتحب نسلمك برا بالشيخ سعد؟ ولا تحب نسلمك وين؟ عن جامع الزاويه؟ هل بدك؟ ولا وين؟ بالمصطفى ولا بالفاروق؟ وين بتحب نسلمك؟ يعني انت بتحب تتسلم للقضاء ولا تتسلم للمدنيه؟ للقضاء. ليه؟ شو حيساوي فيك المدنيه اذا سلمناك اياهم؟ يفرموني ويفوتوني. يفرموك ليه؟ ليه؟ باخذ من اعتقل اولادها. يعني الشباب عبين ما وصلوه للفرع